البلاد، مما يضع الشركة العمومية أمام سؤال حول أسباب ارتفاع اللحوم المجمدة الهندية التي تشتريها. المزيد في تقرير التالي. كشفت مصادر من وزارة الفلاحة أن السعر الحقيقي الذي تقتني به شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني اللحوم الهندية المجمدة لا يتعدى 1200 دولار للطن الواحد، أي 120 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما يتم بيعه في سوق الوطنية بما يقارب 600 دينار جزائري، وهو السعر الذي تعتبره الشركة سعرا منخفضا وفي متناول الجميع. من جهة أخرى، يستمر الجدل بين التجار الذين أبدوا العديد من المخاوف حول حرمة اللحوم المجمدة المستوردة من الهند، وحملوا الوزارة الوصية كل المسؤولية. احنا نحمل كاتحاد العام للتجار والحرفيين، نحمل المسؤولية الوزارة في حد ذاتها، هي اللي تتحمل مسؤوليتها أمام المستهلكين، لأن المستهلك هو يقتني جزء من مثلا من اللحم، ولكن من اللي رايح يتحمل وزر هذه إذا كانت اللحوم مثلا يعني ما كانت جيفة مثلا، من يتحمل الوزر نتاعها؟ تحمله هذه الوزارة. وفيما يحذر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري مما وصفه بالبلبلة التي تثار من حين لآخر حول موضوع وفرة المواد الواسعة للاستهلاك، يبقى المواطن في حيرة من أمره عشية دخول رمضان. سياسيا، استقبل وزير الدولة مدير